حاليا المغربي ربما كون بدات المقابله. كانت المقابله اللي هي ديال مصر و انغولا، واللي ربحت انغولا بسبعه الجوج اعتقد، ولا سبعه الجوج تقريبا، ولا 7-3. اذا مصر تقسات من الفوتسال، واللي تأهلات هي انغولا، واللي غادا تكون دابا حاليا المغرب، اللي غيجري دابا حاليا المغرب مع ليبيا. المغرب مع ليبيا في نصف النهائيه باش نشوفوا النهائي كي غادي يكون ان شاء الله بحول الله. انا كنت كنعتقد ان في الفينال غادا تبقى المغرب ومصر، لان مصر حتى هي عندها ما تقول في القاع، ولكن الحظ ما ساعدش لمصر وفازت انغولا. اذا نرى ماذا سيجري في الفينال بحول الله، ونتمنوا للفريق الوطني المغربي حظ سعيد ان شاء الله بالفوز بهذا اللقب هذا، وعلاش لا للتأهل لكأس العالم بحول الله ان شاء الله. كتعرفوا على ان الفريق المغربي وهو فريق بركان حاليا في الجزائر، واللي توصلت بواحد الفيديو الساعه ما بغاش يدوز لينا اخر فيديو اللي هو ناض الغوت وناضت يعني تشادوا بعضياتهم، واللي داخله فيها البوليس، المخابرات، الجدارميه، الجمارك، كلهم دخلوا ضد بركان. يعني واحد الهجوم على بركان في المطار، واللي تقريبا حوالي 7 ديال السوايع وما يزيد عليها هما في المطار منشورين. واحد الحاله، واحد الكارثه، من العيب والعار ان الجزائر دير هاد الافعال هذه، مثل هاد المشاكل. وهذا الشيء كلشي علاش؟ لان الفريق البركاني غادي يجري مقابله مع نادي الجزائر ولا وداد الجزائر ولا ما نعرف، ولكن البركان دخلت بواحد القميص اللي هو قميص فيه خارطة المغرب، ما قبلوهاش وما حبوهاش وحبسوهم في المطار. شوفوا العقلية ديال هاد الحكام ديال الجزائر فين وصلت بهم، يعني حتى لهاد الدرجة هذه. وفعلا تكرفصوا مزيان على الفريق البركاني، وتكرفصوا على الصحفيين، تكرفصوا على اللعابه، واللي هي ماشي سهله، لان غادي يكون فيها واحد الارهاق نفسي وواحد المشكل نفسي، يعني ماشي سهله. علاش؟ قال لك لانهم حاملين في التوني ديالهم، وغادي يلعبوا بالتوني اللي هو حامل الخارطة المغرب، مع العلم ان بركان واخده الرخصه، كنقول لك واخده الرخصه من عند الفيف، من عند الكاف، واخده الرخصه حتى من عند الفريق اللي غادي يلعب معاه. راه هذا هو المشكل، يعني عندها جوج ديال الرخص، رخصه من عند الكاف اللي من حاجه، لان قبل ما كتبدا المقابله ب3 ايام كيخص الاداره ديال الفريق انها تدلي باللعابه اللي غادي يكونوا، والطاقم التقني، والقميص اللي غادي يلعبوا به. كلشي كيتسجل وكتوافق عليه، يا اما كتوافق عليه الكاف، واما كيوقع تغيير، والا كتوافق على كل الشروط وعلى كل شيء. داكشي الكاف، وكاين كل واحد كيسيني وكيمضي وخف الله عما سلف. ولكن وكاد فعلا حتى الفريقين بعضياتهم كيتفقوا اشنو القميص اللي غادي تلعب به انت، وشنو القميص باش ما يكونش اصطدام، وكيسينيو وكيديروا محضر وبيان وكيسينيو فيه، وانتهت المهم. وهذا هو اللي طرا، الا انه ملي جا الفريق البركاني اليوم الى الجزائر ونزل، لان اولا ركب من وجده اول مره، يعني من وجده ديريكت الى وهران، ولكن ماشي بطياره مغربيه، كاين اللي كيقول احنا خرقنا الحدود، لا،
ماشي بطياره مغربيه، وانما بركان كرات طياره اسبانيه، كرات طياره وشركه اسبانيه اللي هزتها من وجده الى وهران لحوالي تقريبا ساعه، ماشي بحال اللي غادي يمشي حتى لتونس ومن يمشي حتى لتونس ومن تونس عاد يدخل، يعني 3 سوايع في 2 سوايع بزاف، وانما مشاو من وجده الى طهران اللي كانت العمليه فيها تقريبا الا ساعه ديال الطياره، ماشي مشكل. ولكن ملي نزلوا قالوا لهم ما كاين باس دخلوهم، وملي جاو يبحثوا الجمارك، هذه هي اللي دارت هذا المشكل، جاو كيبحثوا لقاو انه كاين قميص اللي غادي تلعب به البركان فيه خريطه المغرب، عقده للجزائريين، وصبحات عقده للحكومه او مسؤولين الجزائر، وهي عقده الخريطه المغربيه. دارت لهم يعني كيفاش غادي نقول لك، الله يستر حتى لهاد الدرجه، مع العلم اننا رحنا حقيقه كاين نزاع، ولكن نزاع كاين سياسي ماشي رياضي. الجزائر كتخلط الرياضه والسياسه والفن والاجتماع، مخلطه كل شيء، لدرجه انهم بغاو كيبحثوا حتى في الهواتف ديالهم، في السيكان ديالهم، في الكاميرات ديالهم. علاش؟ ناري غيسجلوا، ناري غادي يديروا، ناري غيفعلوا. شوف هاد الحماق، شوف هاد العقليه ديال هاد المسؤولين الجزائريين حتاش ادى بهم هذا التفكير وهذا الامر حتى لهذه النتيجه هذه، مع العلم اننا احنا جيران مسلمين، كيجمعنا الدين، كيجمعنا القران، كتجمعنا اللغه، زائد كتجمعنا يعني الدم. هناك ناس مجوجه مع ناس، راجل مجوج مع امراه، امراه مجوجه مع راجل، يا جزائري يا مغربي، وكاينين اطفال. ولكن هذه الحكومه ما كتراعيش لهذه المشاعر ولهذه المشاكل هذه، والمغرب دائما كيمد يدو، والشعب المغربي ديما كيقول حنا خاوه. ولكن في هذه القضيه هذه انا بعدا ما بقيتش كنقول خاوه في هذا المشكل هذا، لان من العيب والعار حتى لهذه الدرجه حشومه 7 سوايع وتسخسخ هذاك السيد. علاه؟ مالو؟ شنو دار لك؟ وحنا ملي تجي إذا يفرشوا لك الورد والمرحبا والحريره والصوبه وطلع فوق السداري وطلع فوق سميتو، وديما حنا علاه، وديما حنا بزاف، والله الا بزاف عيب، والله تا عيب، من العيب والعار يتكرفسوا على هذا الفريق ويتكرفسوا على المغاربه في هذا المشكل هذا، وراهم باقين. والغريب في الامر ان اخر المستجدات اللي توصلنا بها على ان الكاف طلبات من الفريق البركاني باش يخرج من المطار ويحيد هذاك القميص ويمشي للوطيل ويريح حتى تعطيهم الضوء الاخضر، يا اما غادي يشاركوا يا اما ما غادي يشاركوش. لان علاش؟ لان ناض دابا بين الكاف، اداره ديال الكاف واداره الاتحاد الكروي الجزائري او للامن الوطني ديال الجزائر والجمارك. دابا كاين اجتماع اليوم اللي هو ربما يكون رابطه غير ما بين الكاف والجزائر، وغدا الكاف تقول لي لا سميتو بركان يا تشارك يا ما تشاركش. اما بركان مصممه انها تلعب بهذا القميص، بغاو ولا كرهوا. ولكن اليوم غادي نشوفوا في العشيه ملي غادي يسالي الاجتماع اشنو غادي تقرر الكاف. جوج ديال الاختيارات، يا اما الجزائر ترضخ وتخلي اللعابه او بركان تلعب بالقميص ديالها اللي بغات، والخيار الثاني وهو انها تخلص الغرامه وما تلعبش وما تكونش المقابله. اذا كاين هنا مشكل من العيب، والله لا عيب وعار ان الجزائر تتعامل بهذا المنطق هذا. هذه رياضه وكره فقط،
رياضه وكره، ماشي. ما عرفتش علاش والغريب في الامر الفيديو اللي توصلت به يلا دابا ساعه تقريبا، ولكن ما بغاش يدوز ليا، وهو يعني دخلت حتى المخابرات والامن الوطني دخلوا وصاروا كينهزروا وكيسبوا في اللاعبين داخل المطار وخرجوهم بالزز، لان بركان ما بغاش تخرج، قالوا ما نخرجوش من المطار. ولكن اللي خرج، لان دابا راه دايرين الاذاعات والاشاعات على ان بركان تنازلت على القميص وخرجت ومشات، لا، راه الكاف هي اللي راسلت سميتو باش يهبنوا الوضعيه ويمشيو للفندق ويبركوا حتى يشوفوا القرار اللي غادي يكون اليوم في العشيه بالليل. اليوم القرار اللي كاين اجتماع ما بين الكاف والجمارك والبوليس والاداره اللي هي ديال المخزن او ديال الجزائر، وعاد غادي نشوفوا المقابله واش غادا تكون ولا ما غاداش تكون، واش غادا تلعب بركان بالقميص اللي هو في الخارطه المغربيه، وهذا شرف للمغاربه والحمد لله. ولكن الغريب في الامر علاش ملي كيجي شي فريق جزائري للمغرب المغاربه كيرحبوا به، وطلع فوق التلفزيون، طلع فوق الراديو، دير ما بغيتي، ويفرشوا ليه الورد ويعطيو الحريره ويعطيو الصوبه ويعطيو الشوا. علاش؟ لان المغاربه معروفين بالكرم وحسن النيه والعقليه والتفكير يعني للامام. شوف هذه العقليه ديال هذه البشريه عندهم كي دايره ديال هذه الجزائر، حقيقه ماشي المواطنين وانما المسؤولين ديالهم. شوف هذه العقليه كيفاش كيخلطوا ما بين الرياضه والسياسه. السياسه كاين مشكل، مع العلم ان المغرب وصاحب جلاله دائما كيمد يده مره وجوج وثلاثه، ما كاين مشكل، مرحبا وحل الحدود ونتفاهموا. ولكن الغريب في الامر ان هاد الحكام ديال الجزائر راكم شفتوا العقليه ديالهم والافكار ديالهم اللي هي صراحه غادا تؤدي بهم الى ما لا يحمد عقباه. المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، وانتهى الملف وانتهى الفيلم، مش خلاه هذاك انتهى. ولكن ما تسرطاتش ليهم، فعلا ما تسرطاتش ليهم، راه كيضيعوا في الوقت، وراه الله يستر من هاد الحكام. واللي كنتمناو للشعب الجزائري يعني كيفاش يخرج من هذا المشكل اللي هو فيه، اللي ولا شاد الطوابر على لا الحليب ولا العدس ولا الحمص، ولا مع العلم انهم دوله غنيه، ها البترول ها الحديد ها النحاس، ولكن مع الاسف الحكام والسرقه والكذب والخنشله. ما بالك الخنشله في كل شيء، لانك تعرف الجزائر يلاه بدات 62 والمغرب امبراطوريه شريفه لها قرون وقرون، 12 عام داخله 13 ولا 14 عام، القرن ماشي سهله، من جيل لجيل ومن ملك لملك ومن شباب لشباب، بتاريخها بجذورها بثقافتها بكل ما فيه. والعالم كله كيشهد على هذه المملكه الشريفه انها في طريق الصواب وانها عندها ما يتقال. ولكن اللي ما عنده تاريخ ما عنده ثقافه وما عنده، فالله يستر والله يهدي مخلق. اذا كاين مشكل بالنسبه لبركان في هذا الاطار هذا، واللي كنتمناو للفريق البركان انه لنا كلنا اليوم كاننا كلنا دائما وداديون، كلنا دائما رجاويون، كل من يمثل المغرب نحن معه في هذه الساعه دائما وفي كل اللقاءات اللي كتأدي الادوار الدوليه. اذا اليوم كلنا خصنا نكونوا بركانيون، ولكن نسجل ما يفعله الجزائريون كنتمنى ان القجع وكأس افريقيا هو جاي، كأس افريقيا قريب، كأس افريقيا نشوفوا واحد ردة الفعل تكون من طرف القجع
ولا سيما تلعب في الداخله ولا تلعب في العيون. هذا اللي كنطالبوا حنا. ما غاديش نديروا لهم داك حاشا، المغاربه ما كيفيهمش هذيك العنصريه ولا داك المسائل اللي هي غير عقلانيه وغير اخلاقيه وغير ادابيه وغير سميتو. ما كنخلطوش ما بين الكره والسياسه والفن. عندنا الحمد لله شعب متفتح، الكل كيحب كل شيء وكيندمج مع جميع الشعوب ولله الحمد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. اذا نتمناو للفريق البركان انه يخرج من هذا سميتو. وكانت وقعات حتى الاخوان في على اثر راه الشبان ديال 17 سنه، واللي كانت المقابله اليوم البارح كنعتقد ان خرجوا واحد لواحد في يعني العمر ديال 17 سنه. اذا وراكم عقلتوا اشنو طرا في هذه المقابله، والمقابله ديال نصف ديال 23 سنه هي راكم عقلتوا اشنو طرا فيها. اذا ومع ذلك المغاربه ما كيحافيوش وما كيديروش بالمثل، وانما كيديروا بالجميل وكيردوا الجميل، ماشي مشكل. اذا نتمناو كما قلت للفريق ديالنا البركاني يكون ان شاء الله في احسن وينتصر في لا بالقميص ولا على ارض الميدان. هذا في حاله الى كان تفاهم وكان انسجام، ولكن ما كنعتقدش، لان ربما يقدروا يوصلوا لشي حاجه ماشي هي هذه، لان البركان مصممه ان تبقى بالقميص ديالها وتلعب بالقميص ديالها، والجزائر او الحكام الجزائر ما قابلينش ان الخريطه المغربيه، وبغيتي ولا كرهتي الخريطه المغربيه راه صافي، راه العالم كله عارفه. غير سير ضرب راسك مع حيط ولا سير شرب الحرب وماشي مشكل. اذا هذا هو كل من ناحيه الرياضه.